بس احنا معزومين على الاكل دلوقتي. هناكل هنا قدام المنظر ده. ربنا يسهل، مع اني ما بحبش الانتظار والله جامد، لكن ما قدامناش حل تاني، لازم ننتظر. يلا بينا، خلصنا دلوقتي الفطار. يا لهوي يا لهوي، مش ممكن، ايه ده؟ عشان في ناس سألتني السؤال ده، اللي هو انت ازاي بتعرف تنظم حياتك حتى لو انت لوحدك وبتاع، فالفيديو ده اتعمل في الواقع. صباح الخير. يلا نبدأ اليوم لأنه اليوم طويل أوي أوي. عم متخلف والله. ما بتصورش بالكاميرا ليه؟ عشان انزل الجيم، فمش هصور بالكاميرا. اول مرة في التاريخ مش هفتح الباب من هنا وافتحه وافتح الباب تاني، الاتنين مفتوحين الحمد لله. اللي بيقص الزرع ده الله يعينه وبتاع، لكن ريحة الزرع جامدة جدا، ريحة الزرع جامدة جدا حرفيا. انا اصلا ما بحبش ريحة الزرع، لما بيتقص بيبقى ريحته قوية جامد، لكن لازم يتقص عشان عالي. بنفس المكان بالظبط. لما تعرفوا ان انا هاجي اقف في المكان ده فاجي اعرفكم انه طبعا الجو جميل. لكن فعلا الجو جميل النهارده، وهو في سنه برد بسيطه كده، لكن انا عرفت انه النهارده في الظهر كده في نص اليوم هيبقى الدنيا مشمسه شويه، فده مساعد انه اليوم يبقى جميل. لو الدنيا شمست جامد النهارده فالواحد ممكن يروح يعوم اصلا. كان درجه الحراره النهارده 3 لا 3، وباجي اقول لكم حلو غبي غبي، لكن والله لا 3، لكن الجو لذيذ مش برد قوي يعني. خلينا دلوقتي اول حاجه بقالي كتير ما قلتهاش في الفيديوهات اصلا لسبب ان احنا كنا في رمضان، لكن انا رايح افطر دلوقتي، فهنروح نفطر بعد كده نطلع الجيم. المنظر من هنا عامل ازاي مع المركب دي؟ عارفين لغايه دلوقتي يا جماعه انه الجبل ده فوقيه تلج، الابيض ده مش سحاب مثلا، الابيض ده تلج لغايه دلوقتي، ففي تلج فوق الجبل لغايه دلوقتي. وصل الاثنين دول شكلهم في الفيديو جميل جدا، اروح اقول لهم انا صورتهم. هنا بيقصوا الزرع برضه، فانا ما اعرفش في ايه، كل الناس بتقص الزرع في نفس الوقت ولا ايه؟ ولا اعتقد دي بتبقى شركه تيجي تعدي على كل البيوت تقص الزرع وبتاع، وما بياخدوش فلوس. لا اعتقد بياخدوش فلوس، لا اعتقد بيكون ده تابع للمدينه، اللي هو كوموني دي بسكيرة، اللي هو حاجه تبع المدينه، لانه زي ما قلت لكم المدينه دي سياحيه، فبيبقوا عايزين انه السياح كله بيشوف كل حاجه بيرفكت، عشان كده بيخشوا البيوت يقصوا الزرع بيخلوه بشكله جميل كده. هي دي الفكره، لازم يعملوا كده. ادي معلومه جديده. هنروح نشرب قهوة في كافيه جنب الجيم. أول حاجة خالص قبل أي حاجة احنا هنروح نشحن الإنترنت عندنا في الموبايل، وبعد كده نطلع نفطر. بصوا قبل كده قلت لكم إن المطعم ده تابع للثلاث مطاعم دي كلهم مع بعض. هو في مقسومين كده، لكن في داخلة في جوه بيخشوا منها وبتاع، التلاتة تابع لبعض. بجد المطعم ده جامد جدا، ما يعتبرش مطعم ده، يعتبر كافيه. انا اعرفه انه في ايطاليا اقسم بالله ما فيش حد بيصحى الساعة 12، ما اعتقدش خالص يعني. بعد 12 ما فيش حد بيصحى، بيكونوا كل الناس صحيت خلاص، من اليوم بدأ عندهم من بدري قوي بالعجلة اهو، الناس عاملة رياضة وبتاع، غير زي ما شفت في الاول الناس عواجيز بتتمشى قدام المية. ده عربي اعتقد سعودي حاجة كده، وبيلعب بالعجلة. ايه ده؟ ثواني عشان كلهم عرب يا جماعه، كل الناس اللي بالعجله اللي ورا دول اللي انتوا شفتوهم كل دول كلهم عرب حرفيا. قلت لكم انا على الكشك اللي بيأجر مراكب ده، صح؟ بيأجر مركبه ب 40 يورو وبتاع. وصلنا وسط البلد، بيعتبر ان احنا وصلنا وسط البلد. في الاول زي ما انتم فاكرين يا جماعه، ما اعرفش صورت لكم قبل كده من الناحيه دي ولا لا. انا فعلا ما صورتش الناحيه دي كتير لما كنت في البيت اللي هناك ده، لكن صورت فيديوهين ونزلوا في اليوتيوب. في الاول خالص انا كنت ساكن في بيت جوه هنا كده، صورت لكم فيديو قبل كده وقلت لكم ان انا كنت ساكن جوه. كان بالنسبه لي اقرب لحاجات كده كتيره، لكن بالنسبه لي البيت اللي انا فيه دلوقتي كان بالنسبه لي اقرب لحاجات كتيره، ان انا كنت في الشنترو اصلا، فهنا شغلي، فكنت بنزل حرفيا 3 دقايق. لكن انا بالنسبه لي البيت اللي انا فيه دلوقتي هو احسن بكتير، بعد ان هو بعد حاجه بسيطه جدا، شارع بس اللي هناك ده، لكن بس هو ده الشغل، وده كنت ساكن هناك، والجيم هناك كده. غير ان انا اصلا كان معايا العجله وقتها، كان مسهل عليا حاجات كتيره جدا، ان انا كنت بالعجله اصلا بنزل من البيت ده بالعجله واروح الجيم، وبعيدا ان اصلا البيت ده قريب اكتر من البيت التاني،
فانا اتسرقت عجلتي. فانا فكرت انا بعدت شويه، لكن عادي انا بالنسبه لي البيت اللي انا فيه احسن بكتير. ما نسيت يا جماعه، نسيت اروح اشحن الموبايل بتاعي هناك كده في التبكريه دي. هناك في مكنه كده بتروح تحط الفلوس وتكتب رقمك وخلاص. فاهمين؟ هروح نشحن بيها موبايلي. هي دي يا جماعه المكنه دي، بتروح تشحن فيها موبايلك وبتاع وصافي. مش عايز تخش، معرفش ليه. خلصنا اخيرا. اصلا المكان ما نفعتش، فدخلت جوه بعتها يعني في الاخر. لكم ماكن في الاخر ما لقيتش حاجه. المهم يعني مش بقول لكم يا جماعه انه دي شركه او تبع الكوموني بتاع بسكيره، تبع الحكومه بتاعت بسكيره، بيقطعوا الزرع وحاجات زي كده. حتى البيوت يخشوا البيوت فيها الزرع قدام البيت وبتاع ويقصوه. فاهمين؟ ما بياخدوش فلوس من حد، ما بياخدوش فلوس من صاحب البيت ولا حاجه. حتى واحد هناك اهو بيقطع ورا البتاع دي. حتى هو واحد هناك ثالث اهو، الطريق بس اللي فيه الزرع اللي انا بعدي عليه من على طول. 3 بيقطعوا في الزرع، واحد هنا واحد هنا واحد ورا بالمكنه زي ما انت شفت. اول مره من فتره طويله جدا ما بروحش البنك او ما رحتش البنك. عارفين عاده من عاداتي في الفيديوهات ان انا لازم اروح البنك في الفيديو. لو هناك ده هو بعيد ان انا ما رحتوش، بس لازم اطلعه في الفيديو. طب ده اشهر مني انا دلوقتي. رياضه 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 رياضه، اهم حاجه رياضه. لانه في صف عجل هناك، صف عجل هيجي دلوقتي حرفيا كله بيصحى الصبح يعملوا رياضه وبتاع، في حاجه جامده جدا. مش ممكن والله. واللي جواها عواجيز بجد بجد جامده جدا. انا بتعجبني العربيات دي جدا، حسسوني ان انا في 1950. بجد بجد عربيه جامده جدا وغاليه جدا العربيه دي. احنا نفطر في الكافيه اللي هناك ده، فطرنا قبل كده فيه، صورت لكم فيه قبل كده اعتقد. دي من اول الكافيهات اللي انا فطرت فيها اول ما جيت هنا المدينه اللي انا ساكن فيها دلوقتي، الاثنين دول. بس وصلنا الكافيه دلوقتي، هنخش نفطر وبتاع. معرفش نقعد هنا ولا نقعد جوه ولا ايه، بس جوه برد، هنقعد جوه. Buongiorno. Oh, buongiorno. Vai tranquillo. يعني زحمة جدا. ده شكله كابوتشينو والنبي شكله عسل. من حاجات تتاكل معاه. بس بعد كده نطلع الجيم. يلا بينا نطلع الجيم دلوقتي. الجيم في الدخله اللي هناك دي، عارفين اكتر مني دلوقتي طبعا. الجيم في الدخله اللي هناك دي، ثم قلت لكم انا فطرت في القهوه، لان القهوه هي دي والجيم هناك كده. يلا في وسط اللي جيت له قبل كده الفيديو اللي فات عشان ابعت فلوس وبتاع، كان من هنا كده. بس كده اهو ده الجيم. هننزل نازله دي على هنا كالعاده. خلينا نشوفكم بعد الجيم، لان انا صورت في الجيم كتير جدا، فمش هبقى محتاج ان انا اصور تاني، او انتوا هتزهقوا من لقطات الجيم لان انا طلعتها في كل الفيديوهات اللي فاتت، فبلاش. فاهمين؟ خليكم بعد الجيم، خلينا نشوفكم في لقطات جديده. يلا بينا. بيظبطوا في الجيم وبتاع، بيغيروا الكلاسات احلى والله. غيروا اماكن الجيم وبتاع، بيبقى شكله احلى كده ووسع اكتر، لان هما كانوا مضيقين وبتاع، فدلوقتي وسع اكتر. انت مخلص عموما التمرين؟ خلص تمرين وبتاع، نطلع على البيت دلوقتي. هناخد دش لذيذ كده، بعد كده هنتغدى، معزومين على الغدا. فممكن اصور لكم عندي في البيت معزومين على الغدا مع الايطالي اللي قلت لكم عليه، عازمين على الغدا انا وقوس صاحبي اللي بتشوفوه في الفيديوهات معايا. ما هناكل مع بعض كده، وبعد كده هلبس ونخرج بقى. فاهم؟ هنخرج نطلع مثلا مدينه ثانيه غير المدينه اللي احنا فيها. بقول لكم اليوم لسه طويل كده. كده احنا اصلا طالعين السوبر ماركت دلوقتي، بس السوبر ماركت على السريع كده، نروح نشتري لنا كام حاجه محتاجينها في البيت كده، نطلع البيت. هي كميه الزحمه اللي موجوده في السوبر ماركت النهارده دي، ممكن عشان بكره يوم الاحد بيقفلوا، فالناس كلها جايه تعمل سبيزا اوجي. قلت احنا رايحين نجيب كام حاجه بس كده بسيطه، بعد كده هنخرج يعني. شكلك هتطول يا ادم عشان الزحمه اللي في الصف، الله يحرقك. كمان شكلي عامل كده ليه؟ على انما قمر بس ده يا ادم. الدنيا فاضيه جوه والله، الدنيا فاضيه. استغربت قوي، ما هو في عربيات كتير جوه بره والله. هم راكنين وطلعوا بره. السوبر ماركت فاضي على انه حاجه غريبه، واحيانا اصلا ما فيش عربيات كتير بتبقى بره، وتلاقي السوبر ماركت زحمه جدا. عارفين العكس عكاس؟ الدنيا ماشيه كده عكس عكاس، زي ما انتم عارفين ان هو ده السوبر ماركت باختصار. بس ده السوبر ماركت باختصار، خلص كده. وهناك الميه وبتاع،
زي ما قلت لكم السوبر ماركت ده صغير مش زي التاني اللي كنت بروح له كبير. الكبير كنت بروح له بسبب العجله كانت معايا، دلوقتي لا، لغايه لما اشتري واحده او لغايه لما اجيب عربيه ان شاء الله. ادعوا لي يا جماعه قريب نشتري الحاجات اللي احنا عايزينها ونروح. بصوا يا جماعه ده الشامبو كبير بيقعد معايا حبه حلوين، هشتري واحد. ده بيقعد معايا حبه حلوين، بيقعد عندي واحد اصلا في البيت لسه ما خلصش، بس خلينا نجيبه برضه يخليني معانا، فاهمين؟ عندي اوفرت بتبقى موجوده يعني، هو ده بيبقى اغلى من كده اهو. اتكلم في انه الصغير بكام؟ ب 2.58، فالكبير احسن بكتير طبعا. برضه السبراي ده محتاجينه، فالحاجات اللي بتبقى شخصيه دي بتبقى غاليه هنا عموما. وخلينا نجيب فرشه سنان، لانه فرشه السنان بتاعتي خلصت. هوريكم حاجه دلوقتي. بالصغير اللي هو انا جايبه منه الكبير ده، بصوا كام؟ 3.29، وده اصلا الكبير لوحده ب 4.99. حرفيا لو حسبناها فاحنا الفرق فيهم يورو واحد بس. اكيد الكبير احسن. الحاجات الشخصيه هنا بتبقى غاليه عموما، فالحاجات اغلى حاجه هنا الحاجات الشخصيه برضه هي نفس السوبر ماركت عموما. خلينا نروح يلا. صحي نفس المكان. خلينا لسه واصلين بيت زي ما انتم شفتوا. خلينا دلوقتي نخش ناخد دش على السريع، وعشان دلوقتي هنبدا ناكل وبتاع كمان 10 دقايق، فخلينا ناخد دش على السريع كده وبعد كده احنا معزومين على الاكل دلوقتي، هو ده الاكل. هنقعد هنا. البتاع ده مش بتاعي يا جماعه، عشان ما حدش يقول لي انا بشرب، مش بتاعي. ويا بس ده المنظر ده. ده المنظر ده بجد، المنظر جامد جدا. هناكل هنا قدام المنظر ده. مش عارف بقى اصور واحنا بناكل ولا لا، لانه في ناس هتاكل معانا وبتاع، فاحيانا بتبقوا مش عايزين يخشوا اليوتيوب وبتاع. لسه خارجين بعد ده، انا لابس اصلا عشان خارج، انا كده في البيت فما بلبس، بس عشان بعد الاكل هخرج فعشان كده لابس. بعمل الحالة، بشوف الحالة لا 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 هنبدأ نتقلب. لا 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 بس ايش دي؟ اوكي Nico, lascia questo qua, di lui. Tutto. يلا بينا. خلصنا دلوقتي الفطار، خلصنا الغدا مع بعض دلوقتي وبتاع. مرضيش اصور لكم عشان ما بصورش اكل، هتصور اكلي ليه وبتاع. دلوقتي خلاص كل حاجه رجعت زي ما هي، كان هنا وبتاع. كان منظر جميل في الحقيقه يعني. يلا خلينا نخرج دلوقتي. النهارده هوريكم ازاي تقدر تقضي اليوم لوحدك، مش لوحدك، ازاي اليوم يعدي شايفين الشمس من غير ما تزهق، او انت لوحدك في الاخر تقدر تقضي اليوم واليوم يبقى جميل جدا. الساعة دي اهو الشنطة جنبنا، فاضل لنا نص ساعة كده ونص. بعيدة بريشيا محطتين، المحطة اللي بعدها اللي تزنزانة المدينة اللي كنت ساكن فيها في الأول، بعد كده بريشيا، فإن شاء الله. المفروض تسلم هناك كده. معرفش الاتوبيس امتى والله، يا رب نلحقه. بس الاتوبيس بتاع المكان اللي انا عايز اروح له ده بيتاخر شويه، بيقعد حبه عشان يوصل. هو المفروض كل ساعه، لكن هو ما بيقعدش ساعه كل ساعه، هو بيقعد كتير حرفيا. احسن حاجه ان هو قدام المحطه على طول، يعني مش 12، هو قدام المحطه على طول. انه هو المفروض الاتوبيس بيجي هناك كده ومفيش حد هناك، هي دي المشكله. فلما مبيبقاش في حد هناك معناها انه مش لسه مركب ناس وماشي. يا رب يكون لا، يا رب التفاصيل بتاعتي اللي انا لسه قايلها دي ما تكونش صح. في ناس واقفه، الحمد لله احمدك يا رب. ما دام في ناس واقفه هو لسه ما وصلش، اعتقد مستنيين كتير لان هم قعدوا. هو ده القريب بتاعه، ما اعرفش هو فين. المفروض هيجي 2:30 يا جماعه. هو ده المفروض هيجي 2:30 اعتقد، او 2:43 يعني. ده يا ده يا ده، انا ما اعرفش. ربنا يسهل، مع اني ما بحبش الانتظار والله جامد، لكن ما قدامناش حل تاني، لازم ننتظر بتاع 10 دقايق ولا حاجه يكون وصل. يعني هو ما بيوصلش مع الوقت بالظبط، هو بيتاخر حبتين. المهم يعني ادينا مستنيين. مش قلت لكم موضوع الاتوبيس ده؟ هو ما جاش لغايه دلوقتي، عديت فوق ال 20 دقيقه وداخله في نص ساعه وما جاتش دلوقتي. المشكلة ان انا قلت لكم اصلا هيتاخر كتير جدا، حرفيا اتاخر فوق الساعه، لو حاجه قرف جدا بجد. انا ما بحبش الانتظار فوق الساعه.
لو كنت اعرف كنت رحت فيرونا، وفيرونا ما بيتاخروش بالشكل ده. احنا جايين النهارده اصلا هنا عشان حاجه بسيطه، احنا مش هنقعد هنا كتير. عايز اشتري حاجه بس هاجي اشتريها وهقعد قعده لذيذه كده، عايز اعمل مونتاج وبتاع بعد كده اروح البيت. بص هو المول ده اصلا مشهور بايكيا، يعني هو اصلا لو كتبت في جوجل مابس عشان توصل المكان ده فانت اول حاجه هتيجي في بالك هي ايكيا سنترو كوميرشالي، فلازم تكتب ايكيا. فايكيا فوق في حته كبيره من المول اصلا ايكيا بس، فالناس بتيجي تشتري حاجات وبتاع. هو نص المول ده ايكيا اللي هو الدخله بتاعته اهي، وفعلا كبير جدا من جوه. هو ده النص التاني بتاعه، النص التاني بقى محلات براندات وحاجات زي كده زي اي مول طبيعي جدا. في فوق برضو هنا المحلات وحاجات زي كده، والناحية التانية المطاعم، بس فوق بتطلع فوق هي المطاعم بس. فاحنا اصلا كنت عايز اشتري حاجة كده فهنروح نشوفها. بص نشوف جزمة دلوقتي هنا في المحل ده. حاجات بسيطة، انا ما بحبش اصلا اصور في المولات، لكن اخش اشوف جزمة من المحل ده كنت شايفها انا اصلا. بصوا يا جماعة الجزمة دي كانت من شهرين ولا 3 كانت ب 69 يورو، دلوقتي بقت ب 110. كان في فترة اصلا بتبقى كلها سكونت وحاجات زي كده هي اللي بتشتري فيها الحاجة دي عجباني جدا يا جماعة، فبفكر اجيبها اصلا شكلها حلو قوي. اشتريت الجزمه اللي انا عايزها لقيتها هناك، فبعيدا ان انا مفكرتش وانا بشتريها، يعني حرفيا بجد مفكرتش، لكن اشتريها لان انا عايز افك عن نفسي شويه، لان الفتره اللي فاتت كانت بالنسبه لي تقيله حبتين، ما كنتش عارف اعديها ومش طايق نفسي. اعمل حسابك ان انت كل ما تبقى متضايق من حاجه حاول فرح نفسك حاجه، لو حاجه بسيطه انت نفسك فيها. ببساطة كده انا جيت قعدت هنا دلوقتي، حطيت الشنط وبتاع عشان تقيلة، ونسيت بدل ما اعمل مونتاج يا جماعه نسيت الفيشه اللي لازم انقل بيها الفيديوهات من عندي في الكاميرا او عندي في الموبايل لغايه اللابتوب، ونسيت الفيشه. اكتر شيء نكد لي حياتي دلوقتي حرفيا اقسم بالله هيخليني ان انا اروح البيت بدري النهارده بسبب ان انا مش هعمل مونتاج. اروح البيت بدري النهارده عشان اعمل مونتاج في البيت، يعني كنت نفسي اعمل مونتاج هنا بره اغير يعني المكان. دلوقتي جبت لي قهوه وبتاع وحاجه شوكولاته كده معرفش طعمها ايه غريب. المهم حرفيا نص ساعه كده وهقوم تاني اروح وصافي عشان ابدا اعمل مونتاج للفيديو اللي انتوا بتشوفوا عليه دلوقتي، عشان المفروض هينزل بكره او بعد بكتير قوي. فالمهم بس خلينا نرجع البيت. حاجه بجد قرف، حاجه المشكله ان انا عامل حسابي ان انا حطيته في مش فاكر بقى الفيشه موجوده فين. عملت انا واخد بالي ان انا حطيتها في البيت في الشنطه، معرفش ازاي مش موجوده، اعتقد موجوده في البيت او نسيت معرفش، بس انا متخلف في الاخر. نفس المشكله في الاخر ان انا ما عرفتش اعمل مونتاج.